فرح في الصعيد بس ولا ألف ليلة وليلة استمر 5 أيام بلياليهم، والناس ما بطلتش فيهم رقص وغنى. اتكلف ملايين وتقدم فيه 27 عجل للمعازيم اللي راحوا، واللي حصل فيه ما حدش يتوقعه. في قرية صغيرة في صعيد مصر اتعمل فرح مش زي أي فرح سمعتوا عنه قبل كده، لا، فرح أسطوري، فرح متكلف مجهود كبير، مش بس فلوس، ده اتعمل بمزاج علشان يتكلم عنه الناس لسنين طويلة. الفرح ده اتعمل في عزبة أبو طهير غرب المنيا، مكان هادي في الصعيد، اتعمل فيه واحد من أكبر أفراح الصعيد ومصر كلها. تخيلوا فدان أرض اتفرش بالكامل علشان يتحول لحديقة كبيرة مليانة ترابيزات فيها كل حاجة ممكن تتخيلوها. الصوان اللي اتعمل كان زي قصر في الصحراء، كبير قوي، مزين بالالوان الزاهيه، والزينه اللي كانت موجوده تكفي تنور بلد كامله. ديكور الفرح كان معمول بمزاج وعلى ايد مهندسين. الكراسي والترابيزات رخام، والكراسي معموله من النحاس الذهبي، والكريستالات والتماثيل والفازات الورد كانت ماليه المكان. كان في كمان شاشات عملاقه علشان الكل يشوف اللي بيحصل، واضواء بتنور المكان كله. صرفوا عليه ملايين وجابوا للمعازيم 27 عجل، ايوه زي ما سمعت، 27 عجل اتقدموا علشان الضيوف. الاكل كان كميات بالهبل، كل ما تتخيلوا تلاقيه موجود هناك، من الكشري والباميه لحد الكباب والشيش طاووق، والحلويات كانت بتغري العين، كنافه وبسبوسه وجلاش، ده غير المكسرات والتسالي اللي كانت بتنزل على كل ترابيزه. الناس كانت بتاكل لدرجه انهم مش قادرين يقوموا من مكانهم، ومحدش راح الا وكل واخد واجبه كمان. والاكل ده اتعمل على ايد شيفات ولا اللي بيقدموهم في فنادق 5 نجوم. الموضوع ما كانش اكل وبس، دي الموسيقى كانت بتعزف على مدار اليوم، والرقص كان مستمر ليل نهار. فرق غنائيه جايه من كل حته، الاغاني الشعبيه كانت بتطرب القلوب، والناس كانت بترقص وتهلل، وكان في حاله فرحه وسعاده مش بتتوصف. الفرح ده استمر 5 ايام كامله، 5 ايام من الاكل والشرب والرقص، والناس كانت بتيجي من كل حته في مصر علشان تشوف اللي حصل في الفرح ده كمان في حتى ناس جايه من بره مصر، اغلبهم من ليبيا ومن مطروح، والعربات الفارهه كانت موجوده على بوابه صوان الفرح. طيب هم ليه عملوا كل ده؟ اهل العريس والعروسه كانوا عاوزين يعملوا فرح تاريخي، فرح يتكلم عنه الناس كلها، وكانوا عاوزين يفرحوا ويفرحوا كل اللي بيحبوهم. لو مستغرب من كل اللي حصل في الفرح ده، فحابه اقول لك ان ده بقى الشكل التقليدي لافراح الصعايده في مصر، وخصوصا ان منهم عائلات كبيره من قبائل عربيه معروفه نسبها واصلها من جدود الجدد، وعلشان كده ليهم فروع في كل حته في مصر وبره مصر كمان. في النهايه قولوا لي بقى ايه رايكم في الافراح اللي بقت بتتكلف ملايين في مصر؟ شاركوني برايكم في التعليقات.